أحداث المهمة السابقة عندما توجهت الفرقة إلى محافظة ميسان تبحث عن القفص الخشبي والنجمة داخل صحراء الطيب، كان باستقبالهم المغامر والصديق جعفر مهدي وكرار أبو عطية الذين أصبحوا دليل الفرقة للبحث في المحافظة. جعفر كان يمتلك محمية للحيوانات وبلبل يبلغ من العمر 11 عاما. بعد الاستراحة القصيرة انطلقوا إلى أعماق أرض الطيب، وكان الطريق مخيفا جدا داخل الصحراء. بعد مدة من الوقت ومسافة تقدر ب60 كيلو متر بقلب الصحراء وجدوا القفص الخشبي. لم يطول البحث كثيرا حتى يجدون النجمة ويباشرون بالحفر تحتها. الفرقة كانت مستعدة لكل شيء طارئ، وبعد جهد قصير من الحفر ظهر صندوق صغير بداخله قفص غريب وقصاص ورقي.